الوضع الحالي والوضع السابق بالنسبة للشباب؟ والله للأسف الشديد يعني أنه يمكن في أشخاص قلة بتروج لبعض الإشاعات والكل ينساق وراها. إدارة الأستاذ خالد البلطان وإدارتنا مكملة لبعض. إدارة الأستاذ خالد البلطان والأستاذ خالد البلطان شخصيا صرح أنه يجب إحلال في الفريق. هذا طبعا ما حيحصل بين يوم وليلة يعني. نعم. لكن أنا أعتقد أن الإدارتين مكملة لبعضها البعض. العلاقة ممتازة بيني وبين الأخ خالد البلطان. أتمنى يعني بالذات من الشبابيين ومن الإخوة الإعلاميين أن يبحثوا عن الحقيقة. إدارة الأستاذ خالد البلطان والأستاذ خالد البلطان على رأسها بلا أدنى شك يعني قدموا الكثير والكثير للنادي. نعم. وإحنا بنشوف الآن فريق أولمبي ولله الحمد بيتصدر. الفضل لله سبحانه ثم لهم في هالشيء، لأنه معظم اللاعبين يعني كانوا موجودين من العام ومعظمهم كانوا لاعبين درجة الشباب اللي حققوا بطولات. نعم. درجة الشباب وقبلها حققوا بطولة الناشئين. نعم جميل. سمو الأمير، أنا عارف أن الإدارتين مكملة لبعض، لكن أنا سألتك عن أن الجماهير الشبابية تقول أن المستوى الشبابي اختلف يعني ما بين إدارة خالد البلطان أو الإدارة الحالية برئاستك. يعني الجماهير الشبابية تنتظر المستويات اللي يقدمها الشباب في فترة ماضية. هذا السؤال بشكل مباشر سمو الأمير لو سمحت. معليش أنا يعني أعتقد أني أجبت على السؤال وأنا أخوك. أنا قلت لك أنه وضع الشباب في الدوري الموسم الماضي ما كان جيد، لكن حقق عدلت الأخطاء وحقق أغلى وأهم البطولات. نعم. الموسم اللي قبله الشباب ما حقق ولا بطولة. نعم. وإدارة الأستاذ خالد البلطان لم تقف مكتوفة الأيدي، لكن عملت على القاعدة. يعني شفنا فريق ناشئين أخذ البطولة الناشئين. نعم. صعدوا للشباب وأخذوا بطولة الشباب. صعد معظمهم للفريق الأولمبي ولا يزال متصدر ولله الحمد. نعم. يعني فرق بطولة كأس الأمير فيصل. نعم. إن شاء الله أنه أعد الشبابيين أن نعمل بكل جهد وإخلاص. نعم. لنعيد لهم الشباب بمشيئة الله. شكرا للأمير خالد بن سعد رئيس نادي الشباب الذي خص برنامج الملعب بحديث مهم بعد